السلام عليكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات هلنا. أعتذر منكم مرة أخرى لتسجيلنا صوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أخوتي وهلنا في كل مكان، الأحداث كبيرة والأحداث متطورة والأحداث متتالية والدم يسيل والصراع على السلطة قاتل. دعوني أشير إلى أننا طيلة الثلاث سنوات السابقة حاولنا التحليل وجمع الوثائق وقراءات عدة واطلاعات والتنقيب في أصبار وأغوار كثير من وثائق مخابراتية، بالإضافة إلى تراكم الخبرة الشخصية. هلنا الأعزاء، ما حدث في ليبيا نلخصه لكم أو إليكم في عدة نقاط. شنو السبب اللي صار؟ ليش استهدفت ليبيا بهذه الطريقة؟ قد يكون هناك مشاكل، قد يكون هناك حراك، قد يكون هناك ناس خرجوا في الأيام الأولى اللي هم طالب، لكن كيف يتم بهالقوة وبهالعنف وبهالشراسة؟ دعوني ألخص لكم الأسباب، هي نتائج وليست أسباب. أول سبب في هذه المؤامرة هو الكشف عن العملاء في الداخل، اللي طلعوا واللي استقلوا واستقالوا وانشقوا، وفي اللي خاف وقلع. هذا كشف على هؤلاء عملاء يشتغلون داخل النظام منذ مدة كبيرة، ومحاولة تصنيع قيادة من هؤلاء والتحكم فيهم، لأن ما حدث في 1/9/69 كان لغز بالنسبة للقوى الدولية والإقليمية. هؤلاء الشباب الذي خرجوا وعملوا ثورة الفاتح من سبتمبر. إعادة التصنيع هذه ومعرفة القيادة الجديدة داخل النظام، ثم التحكم في هذه القيادة، وهذا ما نراه الآن. السبب الثاني هو إعادة عملائهم في الخارج مدجنين. انتوا عندكم 33 جنسية غير ليبية داخل المؤتمر الوطني، وفي الحكومة عدد لا بأس به، وفي منظمات المجتمع المدني عدد لا بأس به، وفي بعض القيادات الاقتصادية عدد لا بأس به. هؤلاء إعادتهم من الخارج مدجنين بما فيهم الذين كانوا مزروعين داخل القاعدة وداخل الإخوان المسلمين وداخل بعض الحركات الإسلامية التي تدعي قتالها واختلافها مع الولايات المتحدة الأمريكية. النتيجة الثالثة أو السبب الثالث، أنا نريدكم تبحثوا حولكم وتنظروا حولكم وتفسروا الأشياء بعقل. هذه تنطبق على هذه تنطبق على هذه. ثالثا، ضرب البنية التحتية بالكامل، يعني إزالة نظام داخل في ضرب بنية تحتية بالكامل، وضرب البنية التحتية للجيش الليبي والانتقام من الجيش الليبي. الجيش الليبي هذا هو اللي شارك في حرب 73 والتصدي لكثير من المؤامرات وتدريب كثير من حركات التحرر في أفريقيا وآسيا. ولذلك قتل عبد الفتاح يونس لم يأتي عبثا، هو قرار دولي عن طريق قطر، لأن عبد الفتاح من الذين اشتركوا في حرب أكتوبر 73، كل من قاتل في تلك الحرب. فلذلك قتل عبد الفتاح يونس جاء في هذا السياق.
السبب الرابع أو النتيجة الرابعة لهذه المؤامرة هو الهجرة غير الشرعية التي تقلق الغرب. فليبيا إخوتي الأعزاء هي البديل للتوطين لفائض من هؤلاء السكان المهاجرين، سواء عن طريق الفقر، سواء عن طريق البطالة، سواء كذا في ليبيا. ليبيا إخوتي الأعزاء 1750 كيلومتر مربع مترامية الأطراف، خالية تستوعب ل 300 مليون نسمة. فكروا معايا جيدا. فلذلك لما نلاقوا ان 30,000 واحد في شهر واحد ماهوش قليل، وهالهجمة اللي جايتكم من افريقيا في الجنوب الليبي ماهيش قليلة. السبب الخامس او النتيجة، انا دائما نقول ما حدث في ليبيا هذه المؤامرة هي نتيجة وليست سبب. السبب الخامس هو السيطرة على الاموال الليبية في الخارج والثروات والمقدرات الليبية بالكامل. كنت تسمعوا قبل الأزمة الليبية على أزمة في بلاد اليورو، في إسبانيا، في البرتغال، في اليونان، في قبرص. الآن تسمعوا عليها. كيف انحلت هذه المشكلة؟ بعصا سحرية، والعالم وأمريكا نفسها ما زالت تعاني حتى هذه اللحظة من هذه الأزمة. كذلك السيطرة على الطاقة، على مصادر الطاقة والبترول الليبي والموارد الموجودة في ليبيا. فمثل ألمانيا وإيطاليا ليس لديها مصادر للطاقة. ولو لاحظتم أن إيطاليا وألمانيا لم تطبق مقاطعة النفط الإيراني في ذلك الوقت، والآن قاطعوا، وصرح وزير خارجية إيطاليا إن بمقدورهم مقاطعة النفط الإيراني والاستغناء عنه، لأنهم لديهم الآن النفط الليبي. فكروا في هالخمس أسباب وخمس نتائج، وقارنوا واعقدوا المقارنات، وحللوا وشغلوا عقولكم لتروا هذه النتائج لهذه المؤامرة التي تدفع فيه ليبيا الثمن وتذبح عن طريق العملاء والذين أتوا عرايا ولابس من برا. هذه أردت أن أوضحها لكم في بداية هذه الحلقة، لأنني جلست بتفكر وتمعن. قد كنا ندير في حلقات أثناء الأزمة متفركسة، فيها تعبية، فيها كذا، ولكن فيها وثائق، وهذه الوثائق حتجمع وحتكتب، وكتبت في كتاب، وحللنا هذه الوثائق، وهي ليست نتيجة ان احنا قاعدين مقعمزين والله نصنت في عظامنا. نحن ندرك ونحلل ونتتبع مصادر هذه المؤامرة وما يتم داخل وطننا وما يتم مع أهلنا، وفعلا لك الله يا ليبيا. الموضوع الثاني ننوه عليه، البارح في 60 سيارة مجهزة تجهيز كامل للقتال، تتبعها 3 سيارات تموين، وعليها الراية البيضاء مكتوب عليها لا إله إلا الله وليس السوداء، هذا تموين. خشت من بنينة السيدي فرج إلى الغواشة إلى مصنع الإسمنت، وانتهى بها المقام في النواقية. هناك استعداد على قدم وساق لمواجهة بين القاعدة وأنصار الشريعة والجيش الليبي. وأريد أن ننوه هنا على أن هناك صراع وقتال حيدور بين الجيش، نحن لسنا طرف فيه، نحن لسنا ولن نكون طرف فيه. ولو أن هناك أي قوة وطنية في الداخل من الجيش أو من الأمن رأت مواجهة هؤلاء الشياطين، فهذا شأن يخصهم، شأن ليبي. نحن لسنا أوصياء على ما يدور في ليبيا، ولا نخون أحد، ولا نقول نحن منحازين لهذا أو ذاك. نحن ما يهمنا إلا أهلنا في الخارج والناس اللي في الخارج كيف يفكروا وكيف يريدون الرجوع آمنين إلى بلدهم.
نحن سوف لن ندخل في هذه الدائرة، دائرة التخوين ودائرة الهجوم على أشياء نحن نراقبها، نعم نراقبها بدقة متناهية. والصراع والصدام بين الجيش الليبي وهذه القوة الظالمة لا محالة، نتيجة طبيعية ونتيجة منطقية، وستسيل فيها دماء كثيرة. اتصل بي بعض الأخوة ليلة البارح يشيروا إلى حملة ضدي أو ضد برنامج هلنا. نعم، كل شيء ناجح له أعداء، وأعداء النجاح كثر، وعندما تهاجم من أي أحد أعلم أنك في المقدمة. وأنا رد عليهم بمثل أو بأغنية شعبية: يا طير ما تنزل منازل بومة وانزل منازل عالية مجيومة. هذا ردي، وليس لدي الطاقة ولا الجهد أن أستنفذها أو أستنزفها في 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 صراع مع عفاريت الظلام أو خفافيش الظلام، لأنني بصراحة بعدت عن هذا الأسلوب منذ سنة أو أكثر، ولا أستطيع الدخول فيه مرة أخرى. الموضوع الآخر اللي شاهدتوه ورأيتوه، السيد رئيس الوزراء الدنيا رابخة جوه، القتل مستمر والتصفية مستمرة، والرؤوس الطائرة والجثث المفقودة والأطفال المفقودين والبنات المفقودة والضباط التي تقتل، وهذه اللي دايرة في ليبيا ما يدور حول رئيس الوزراء الباين أما يتجاهل فيه أو ماهوش شايفه أو هو في رقصة المذبوح. مطالبات بإسقاطه، حجب الثقة عليه من الشعب الليبي ومن المؤتمر العام، كل ذلك السيد رئيس الوزراء يضرب به عرض الحائط، بل ويتحداهم في زيارة مفاجئة لمين؟ تركيا، لأردوغان. التفسير الوحيد لهذه الزيارة هو السيد رئيس الوزراء أراد أن يحقق نجاح. إذا كان استشار عليه حد أو شاور عليه حد أن يدير هذا الشيء ليحقق نجاح حسب فهمه وفهم مستشاريه، فإنها زيارة واقتراح فاشل في الشكل والمضمون، بدلالة أنها جت في الوقت الضايع، في الوقت الضايع من زمن زيدان والمؤتمر على حد سواء. نحن نعرف أن المهلة المتبقية لهم حسب وثيقتهم الدستورية وحسب ما يقال 34 يوم بالتحديد. هذا الزمن لا يكفي لسداد هدف في برما خصم زي دهن، وهو يعتقد في قرارة نفسه أن خصمه هو الشعب، ليس معارضة وليس معارضة مسلحة. الشعب الليبي لا يريده ولا يريد المؤتمر. فبدل أن يتجه السيد زيدان لمعالجة هموم ومشاكل اللي قاعدة في الداخل أمام العالم كله ومشاكل الشعب وإيجاد الحلول لها، سواء الكهرباء، سواء المياه، سواء الملف الأمني، سواء عدد كل مقومات الدولة الناجحة لا توجد في ليبيا. فبدل ما يتجه إلى الميدان ويحرك أجهزة التنفيذية، اتجه إلى ذلك السلجوقي أردوغان الطامع في ليبيا، يعتقد واعتقد أن هذه آخر زيارة رسمية للسيد زيدان، وهي في أحلك الأوقات في ليبيا، والشعب الليبي يهنى في كل مكان. زيدان يعرف جيدا أنه في جلسة سيعقدها المؤتمر أن هناك جلسة من أجل حجب الثقة عليه، وكانت اليوم، ولكن ما نجحت لأن اللي صوتوا 85 والناس 200 والمطلوب 120. هناك لعب على عقول الناس وعلى مشاعرهم وعلى عواطفهم وعلى إرادتهم.
ويعرف أيضا أن الشارع رافض له ورافض اللي يريدوا تنحيته جملة وتفصيلا، ويعرف هو وكثير أن سقوطهم هو اتجاههم في جردة حساب أمام الشعب الليبي وأمام المحاكم ليفصحوا للشعب الليبي أين أهدرت الثروات وأين كيف أهدرت سيادة ليبيا وكيف وكيف. ولكن مع هذا كله ذهب السيد زيدان إلى تركيا لعله يجد مخرج مما هو فيه. بهذه الزيارة اللي حمل فيها عصابة كاملة وأشخاص كثيرين من وزير الإسكان والغريب والعجيب هو زيارته إلى شركة استراتيجية في الصناعات الجوية TAI تركيا. تو زيدان بلاد منهارة وهجرة غير شرعية وعدم أمن وقتل واعتصامات وقاعدة تعيث فسادا وشرطة ما فيش وجيش ما فيش وانقسامات ونقص في السيولة، وانت تدهور في مصنع الطيارات وقاعد تدور في طيارات عمودية وناقلات جنود، مش عارف عليش عادي. أردوغان هذا الغبي سياسيا كانت مجموعة الاستثمارات التركية تفوق 14 مليار في ليبيا، كان almost 90% من مشاريع ليبيا واخذتها شركات تركية اللي الآن طلبت وقعوا باتفاقية 3 مليارات للتبادل التجاري، واللي ما زال يحلم أردوغان وقال نحن نطمح لأكثر من 3 مليار ونتمنى أن يكون الاتفاقيات في فبراير القادم أثر كبير لرفع حجم التبادل التجاري. هذا اللي يقول فيه السيد الكاذب راس الحية وراس المؤامرة على الشعب الليبي. المضحكة في الموضوع أن السيد زيدان راجل مدني ما يفقه في العسكرية شيء، شنو علاقته يدور ويتفحص ويدقق في مصانع استراتيجية لصناعة الطائرات؟ نعرف أن الأشياء هذه تبي لها خبراء عسكريين متخصصين في رئاسة أركان قوات الجوية وزارة الدفاع، حاجة زي هيك، مش يدهور وزير الإسكان ومصرف ليبيا المركزي بيت مال المسلمين جاء أردوغان مشى معاه نتاع مصرف ليبيا المركزي بيت مال المسلمين وقاعدين في الأطرش زي الأطرش في الزفة في المصرف. الخلاصة يا هلنا ما نبيش نزيد أكثر نزيد كم هم على اللي انتم فيه. الخلاصة زيدان ذهب إلى تركيا ليطمن أردوغان ويقول له راهو اللي صار في مصر مش حيصير في ليبيا، وليبيا اعتبرها في جيبك الصغير وانا حنوقع معك عقود، اللي في عقلك تخرب وجايبك يا سيد علي زيدان. فلذلك هذا الموضوع اخوتي موضوع لو حسب بالمعادلات وبالحسابات السياسية للدول سوف لن يقوم رئيس وزراء في مثل هذه الحالة اللي تعتبر حالة طوارئ في ليبيا أن يذهب ويزور دولة ويوقع. وعلى ما أظن وهذا يجيب عليه القانونيين، هل الحكومات المؤقتة لها الحق في توقيع التزامات على كاهل وعبء الدولة الليبية في هذه الفترة؟ هل لها الحق أن توقع عقود إذعان مع أي دولة؟ لا أعتقد ذلك. فلذلك عقودها هذه كلها مصيرها إلى زوال. الموضوع الثاني اللي ضحكني البارح موضوع مسامين، موضوع مضحك الحقيقة. وواحد خطف 5 ساعات ولا 4 ساعات ونص ويطلع الساعة 1 في الليل كأنه مروح من سهرة وجاي على قناة النبأ ويدير في مؤتمر صحفي يقول لا أنا ما اتخطفتش. هذا ده فاكرين عادل إمام في مدرسة المشاغبين، أجنن وأنا ميت يا مرسي، أجنن وأنا ميت. شايلين عادل إمام. هذا نفس هذه الفبركة الاستخباراتية من المكتب الرئاسي والمؤتمر أرادوا بها ضجة إعلامية، وهي حقيقة مدبرها ومخرجها
غبي من الطراز الأول. وبعد ما تمت زيارة زيدان وانتهى الفيلم يطلع أبو سمير ويقول مجرد شائعات تستهدف رباك المشهد، هذه مجرد سياسة وزعزعة الاستقرار في البلاد. لا، البلاد والله مستقرة 10/10 100/100، كل شيء بستف واتي تستيف لميتي، كل شيء آمن. سويسرا في وجه قوتها، لكن يبي يعكروا عليه أمن واستقرار البلاد بإشاعة إنه هو اختفوه، ويقولوا لك أبو سهمين بطل قومي، والله ما واحد يستاهل حتى يتكلم عليه واجب. لكن في نكتة والله اقتلتني من الضحك في مطلع في طلعة أبو سهمين، وهي زي ما قلت لكم، وهو يتكلم قال أنا أؤكد بأنني بخير ولم أتعرض لاختطاف. طب ما هو جنن وانا ميت يا مرسي، ما هو عارفين لك وشافوك الناس بخير بعد اللي حصل ولا شيء. تو يا جاهل عشاء المستمعين حتى من غير ما تتكلم الناس فهمت انك انت بخير وقاعد على مؤتمر صحفي. يا سبحان الله، وسلمتوا يا هلنا وتفرجوا على هذه الكوميديا السوداء كل يوم، لعلكم تروا ما يتم بأعينكم تشوفوا فيه، وإن شاء الله نستطيع أن نفهموكم ونوروكم أشياء كثيرة كل يوم. فيه مقالة الحقيقة لفتت نظري، حنمر عليها مرور الكرام. اسمها الكاتب بسام البادرين وجاءت في طرابلس القدس العربي. ورئيس الوزراء كل ما يستفسر عن أسباب عدم اتخاذ زمام المبادرة في معالجة القضايا والملفات الحساسية في البلاد. حادثة محدة حصلت معه هو في مكتبه، يقول تمنعه من العمل وإنجاز هو وزملائه. خش عليه قالوا لهم أثناء وجود ملفات على غاية الخطورة اللي بناخذ عليها قرارات، دق الباب شاب يشتغل صغير في الكذا وهو مقعمز في مكتبه، وخش عليه واخترق جميع الجهات الأمنية في رئاسة الوزراء، ووضع الشاب قنبلة اليدوية على طاولة رئيس الوزراء قائلا دولة الرئيس أو يا سيد رئيس الوزراء إذا أخذت القرار بهذا الاتجاه سنفجرك وأنت مقعمز. حتى كتبتها الصحيفة أي جالس في مكانك. طبعا احتوى زيدان هذا الشاب وابلغه بأن القرار لن يتخذ، وهذا إن دل على شيء فأن ما يدل على ما حدث في ليبيا وتشوفوا فيه. والمقالة طويلة 3 صفحات، بإمكانكم تخشوا على القدس العربي وتطلعوا على هذه المقالة وتضحكوا. في خبر مر عليكم وهو يتماشى مع اللي قلت لكم، السلطات الليبية 30,000 مهاجر غير قانوني لا حول الله خلال رحلت خلال الفترة الأخيرة. من أصل 40,000 تم القبض عليهم، أغلبهم من نيجر والسودان وتشاد ومصر. هذا قصة راهي خطيرة جدا يا شعب يا ليبي، وقصة التوطين اللي قلت لكم عليها هي الحل لهذه المشاكل، وما يدور في الجنوب هو جزء من هذه المؤامرة. وين قضوا عليهم في بنغازي ومصراتة ودرنا وطبرق والبيضة وسبا من كل مكان، خاشين عليكم الجراد من كل مكان. فلذلك الأخوة الأعزاء إن هذه المبالغ التي تصرف من دم الشعب الليبي وصلت إلى 30 مليون ولا 25 مليون، والاتحاد الأوروبي قدم وعود أنه هو سيساعدكم، ولكن صدقوني حتختم بتوطينهم داخل ليبيا. في خبر آخر ورد في شبكة الأخبار الليبية libyan.net، ليبيا تسعى للانضمام إلى اتفاقية البنك الأوروبي. هذا منح خطير. ليبيا الآن في طريقها إلى الاقتراض والديون، وفي حاجة إلى بنوك باش تعيد بناء ليبيا وترهن هذه الثروة
لان ليبيا عندها احتياطي اللي هو شنو؟ البترول اللي تحت الوطاء اللي تقاتلوا عليه، بيحولوا منه جماعه الفيدراليه ويطلعوهم لان ما عادش في كاش للسرقه وما فيش كاش للصرف على هذه الامور. وبدأ مصرف ليبيا المركزي إتمام إجراءات لانضمام الاتفاقية المنشئة للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية الاستفادة من تمويله للمشروعات الليبية أو ضمانها. وذكر المكتب الإعلامي للمصرف ليبيا المركزي بيان أن المصرف بدأ في إتمام إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية. هذا منح خطير. ليبيا كانت تودع وتشغل في بنوك العالم كلها، الآن بتخش وتحط مبلغ 1.7 مليون يورو لراس البال البنك باش تحصل منه قروض لتمويل مشاريعها. حي عليكم حي، حي عليكم حي. هناك اسماعيل اللي قريت لي كاتب على جردة 2013 التصريحات لتأسيس الجيش والشرطة، المصدر المنار للإعلام. قال لك تو نوريكم باش بعض السرد. يناير وزير الداخلية يقول سندرب 6000 ونبعثهم للاتحاد الأوروبي ومدربين الدول الأوروبية. في فبراير صرح مسؤولين ليبيون أثناء زيارة زيدان لبريطانيا 100,000 أرسل جزء منها الخارج للتدريب بحسب وزير الدفاع محمد البرغثي. ان في وان ايطاليا اهدت ليبيا نسيت تركيا اعطتكم كم 20,000 بندقيه. شوف هال 20,000 مرجع وكتاب للجامعات اعطتكم 20,000 بندقيه ومش قادرين يلموا هال 24 مليون قطعه باش يعطوا بهم للجيش والشرطه، ماشيين ياخذوا في هديه 20,000 باش يساهموا في قتل بعضهم وكذا. عدوا سوق لحد وعدوا عند سوق الحوت في طرابلس وتشربوا ويجربوا لك حتى التجريب. ليش تمشي من تركيا وتمشي كذا؟ في فبراير صرح لبريطانيا كذا. في مارس التقى رئيس اركان الجيش الليبي السابق مع مسؤولين اماراتيين وناقش فرص تدريب الجيش. في فرنسا بيدربوا 1200. في مايو رئيس الحكومه يبحث في مقر الناتو تدريب الجيش الليبي، والسودان تعرض تدريب العسكريين الليبيين البحريه تستلم تحرير غالبا المطاطيه. السودان تلعب في دور من اخطر ما يمكن ان تتصوروه، من اخطر ما يمكن ان تتصوروه. وهذه اللعبه ليست في وجه الله، هي محاوله لزرع شوكه في خصر مصر من ناحيه الشرق، من ناحيه الغرب. نعم، فلذلك السودان تبي تدرب، السودان تبي تجند. في يوليو الناتو يعود الحديث عن تدريب الجيش الليبي. في يوليو زيدان يؤكد ان قرار التدريب في الخارج راجع عنه وزير الخارجيه بريطانيا ويليام هيك. يصرح في مؤتمر صحفي يوم في مع زيدان ستدرب بريطانيا 2000 وايطاليا ستدرب 5000 وتيريلي حتدرب كذا كذا ويقعدكم في الحوش. اكتوبر ليبيا توقع عقد تدريب 3000 شرطي مع فرنسا. انا مش عارف الشرطي كيف بيدربوه اذا كان اللغه الفرنسيه صعبه حتى على اللي بيمشي يدرس الماجستير. وفي فرنسا 3000 شرطي تبي تدربهم باش يجوكم بارليفو فرنسي ويتعاملوا مع الاجانب المتقدمين. في نوفمبر صحيفه وول ستريت جورنال ما يفيد عقد اتفاق ليبيا امريكا تدريب ما بين 6000 الى 8000 جندي وضابط ليبي في بلغاريا تحت ما يسمى قوه الاغراض العامه. كثير المسميات، الرد على الاغراض العامه، تعدد الفتش، تفشيل، كذب، والجيش ما زال مكانك سر. وفضحوا السيد المنقوش وغيره على قنوات الليبيه البارحه انه مددوا للدروع مددوا لهم لعند اخر 2014 كيف ما متوازي مع التمديد للمؤتمر الوطني. في ديسمبر زيدان يعلن في مؤتمر صحفي بطرابلس مع رئيس الوزراء الجزائري اتفاق ليبيا مع الجزائر لتدريب جيش وحرس الحدود الاتحاد الاوروبي. الجزائر عندها جيش وعندها كذا، دوروكم انتم بس وين دربوا و تشوفوا كيف تبنوا جيش. قرار يبي قرار بناء الجيش. فيه الغد مايكل جي توتن مجلة شؤون عالمية ديسمبر 2013
لا مخرج، لماذا لن تغادر الولايات المتحدة الشرق الأوسط؟ فكاتب هذا الرجل أن أمريكا تعيش في مزاج سيء في خضم أسوأ اقتصاد تشهده منذ السبعينات. وأمس بعد انتهاء مدة رئيس الاحتياطي النقدي في أمريكا قال أن المشاكل ما زالت قائمة، فلذلك الربيع العربي الذي يولد في تقديره ألغي في مصر وأدى تحرير ليبيا إلى اغتيال السفير الأمريكي، هذا الكاتب الأمريكي. وسوريا غارقة في حرب شامل، والولايات المتحدة تسكع على الهوامش وتبدو أكثر اهتماما بحفظ ماء الوجه في هذه المرحلة من أن يكون لها تأثير صحيح على الأرض. وقد فهم غالبية الأمريكان هذا، وقال لكننا نستطيع أن نعمل شيء. في الحقيقة ربما نستطيع أن نفعل ذلك في حد مصر، وربما ينبغي أن نفعل. فتكلم على حسني مبارك وتكلم على كذا، وجاء على السيسي الذي وقف وقفة رجل شجاع هو وجنده وجند مصر العظماء ليوقفوا عبث الإخوان المسلمين. هذه مقالة طويلة لا نستطيع قراءتها لكم كلها. في خبر ورد وهو لوزير الأمن الروسي في التفجيرات التي حدثت في روسيا، وقال إن هذا نمط ما يحدث في ليبيا، ونمط ما يحدث في سوريا، ونمط ما يحدث في اليمن. ونحن نقول له إن قيادات هؤلاء المجرمين الذين يفجروا في روسيا وفي غيرها من بقاع الأرض، هذه القيادات موجودة في ليبيا، شئتم أم أبيتم، حاولتم تتملصوا من هذه الحقائق أم لا. إن هذه القيادات مدعومة من قطر، موجودة في ليبيا، تتدرب في معسكرات، وهي معروفة القاسي والداني، والطائرات بدون طيار تسجل وتصور، والمخابرات الأجنبية على الأرض ترصد كل ذلك. فلذلك هذه المتلازمة الليبية ستصدر الشر، كل الشر لهذه الدول الآمنة في كل مكان. ونحن نقول لهلنا يا ناسنا يا طيبين، الله سبحانه وتعالى كفيل إن شاء الله بإيقاف هذه الفتنة وهذه المحنة اللي انتم تمروا بها. ونقول لكم بالفعل ما حدث حل الله لكم في أول الحلقة، وما يدور نحلله لكم، وناتي لكم بالمعلومات الدقيقة البعيدة كل البعد عن الكذب والافتراء. نحن لا ناتي إلا بمعلومة موثقة، ولا ناتي إلا بمعلومة صحيحة. قد يكون وسائل التواصل الاجتماعي مليانة معلومات، ولكن ليست ذات مصادر على درجة عالية من الصحة، ولكن معلوماتنا دقيقة من مصادر موثوق بها. وفي النهاية نحيي كل من تواصل معنا وكل من زودنا بمعلومات. ونخص صفحة هلنا على وسائل التواصل الاجتماعي، وستكون المفاجأة الحلقة القادمة أو اللي بعدها إذا كان متيح لنا التصوير المرئي. سآتي لكم بملف موثق بوثائق على الصرح المالي والاقتصادي لعبد الحكيم بالحاج، إحدى شركاته التي تتعامل في السلاح وفي كل شيء، وفي شراء الأراضي في ليبيا شرقا وغربا. وسيكون حديثي موثقا برسائل موقعة من جهات حكومية لهذه الشركات، واتصال هذه الشركة التي سنذكرها بهذه الوثائق يوما بيوما. ونشكر كل من أرسل لنا بهذه المعلومات. ولا يسعنا في النهاية في هذا اليوم الطيب يوم الاثنين إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل الصبر على أهلنا في ليبيا، وأن يرحمهم من هذه الميليشيات الظلمية، وأن يحقق الوئام وينزل الرحمة على قلوب أبناء ليبيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.